والناس اكتشفوا الحقيقة. في واحدة ست في تاريخ مصر حطت التاج على راسها، ومش بس لبسته، دي شالته ورفعت بيه حضارة كاملة اسمها حضارة حتشبسوت. فرعونة مصر امرأة حكمت مصر من 3500 سنة، يعني حوالي سنة 1507 قبل الميلاد، في قلب مصر القديمة، وتحديدا طيبة اللي هي الأقصر دلوقتي. اتولدت بنت مش عادية، بنت كانت هتبقى أول ست تحكم مصر كفرعون، الملكة حتشبسوت. أبوها كان الملك العظيم تحتمس الأول، وده كان واحد من أقوى ملوك الأسرة ال18، وأمها كانت الملكة أحمس بنت الملك أحمس الأول. اسم أحمس كان بيطلق على الإناث والذكور. الملكة حتشبسوت كانت من أنقى سلالات الدم الملكي. البنت من أول يوم كانت مختلفة، ذكية، قوية، عندها كاريزما تخلي أي حد يبص لها يحس إنها مش مجرد طفلة. كبرت حتشبسوت وسط الذهب والبخور والمعابد، كانت بتشوف أبوها هو بيحكم وبيحضر الطقوس الملكية، فبالتالي اتعلمت ازاي الفرعون بيتكلم وازاي بياخد قرار وازاي الناس بتسمع له كأنه إله. بس هي كانت بتبص للعرش كأنه حقها الطبيعي، مش مجرد حلم، وده أمر خطير ومش طبيعي. ما كانش بيحصل إن ست تحكم مصر. أبوها خلف 3 ولدين وماتوا وهم صغيرين، وبنت اللي هي حتشبسوت، وعلشان أبوها يجيب الولد اتجوز تاني، ولكن من ست مش ملكة، من عامة الشعب، وجاب منها تحتمس التاني. شوية وأبوها مات والدنيا اتغيرت، والملكة حتشبسوت اتجوزت أخوها غير الشقيق تحتمس التاني. وأمر زي ده كان بيحصل زمان عادي أيام المصريين القدماء، كان الإخوات بيتجوزوا بعض، وده كان تقليد علشان الدم الملكي يفضل نقي. ولكن تحتمس التاني ما كانش حاكم قوي، والسلطة الفعلية كانت بتبدأ تتجمع حوالين حتشبسوت من غير ما الناس تحس. وفجأة مات تحتمس التاني، وموته سبب مشكلة خطيرة جدا. العرش بقى فاضي ومفيش غير طفل صغير اسمه تحتمس التالت، ابن تحتمس التاني، ولكن من واحدة تانية، هو اللي المفروض يبقى فرعون، لكن طفل يحكم مصر، البلد اللي كل ملوك الدنيا بتخاف منها، يحكمها طفل. طب ازاي؟ هنا حتشبسوت قررت تبدأ تلعب اللعبة الكبيرة. أولها قالت أنا هبقى وصية على العرش، يعني هتحكم لحد ما الطفل يكبر. بس جواها كانت شايفة إن العرش ده بتاعها أصلا، وبتخطط ازاي تحقق ده من غير ما تحصل حرب، ومن غير ما حد يشك إنها بتحلم إنها تبقى فرعون مصر الحقيقي. بعد ما تحتمس التاني مات، مصر كلها كانت في لحظة فراغ. الملك الجديد طفل صغير ومفيش قائد فعلي. الناس كانت شايفة حتشبسوت مجرد واصية، بس هي كان ليها رأي تاني. حتشبسوت بدأت تتحرك بحكمة، واحدة واحدة من غير دوشة. قربت الكهنة منها، خصوصا كهنة الإله أمون، وده كان أهم إله في الوقت ده. ابتدت تعمل مشاريع دينية كبيرة وتبني معابد وتقرب رجال الدين من قلب الحكم. ولما الكهنة بقوا في صفها كده، نص الخطة اتنفذت. لكن الناس كانت متعودة إن فرعون لازم يبقى راجل، فحتشبسوت عملت حاجة محدش غيرها فكر فيها. بدأت تظهر في التماثيل والجداريات بملابس الرجال، بلحية فرعونية والتاج المزدوج. كانت بتقول أنا مش ست بتحكم بدل راجل، أبدا، أنا فرعون زي أي ملك جه قبلي. وطبعا الكهنة ساعدوها وابتدوا ينشروا القصص اللي بتقول إن أمون نفسه هو اللي اختارها، وإنها بنت الإله، وإن حكمها مش بس حق، ده واجب مقدس. على فكرة الطريقة دي استخدموها حكام كتير حكموا مصر علشان يستولوا على الحكم، والطريقة دي اسمها طريقة الولادة الإلهية. نرجع لموضوعنا، ولكن قبل ما نرجع ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هعملها أول بأول. الموضوع ما كانش مجرد شكل، حتشبسوت فعلا أثبتت إنها حاكمة من تراث خاص، حافظت على استقرار البلد، الاقتصاد اتحسن، والبلاد اللي حوالينا بدأت تبص علينا تاني بخوف واحترام. ولكن كان في طفل صغير بيكبر مش عايزين ننساه، تحتمس التالت. وحتشبسوت كانت بتخليه بعيد عن الصورة، بتحافظ عليه لكن مش بتسيب له أي فرصة علشان يقرب من الحكم. الناس كانت بتندهش ازاي ست قدرت تخلي كل أركان الدولة في ايديها، ازاي كسرت كل القواعد وخلت نفس الناس اللي عمرهم ما سمعوا عن فرعون ست يقفوا في صفها وكمان يسجدوا لها. حتشبسوت كانت بتكتب تاريخ جديد، تاريخ فيه الست مش مجرد ظل لجوزها أو أخوها، أبدا، ده هي الشمس اللي الكل بيدور حواليها. في يوم من الأيام حتشبسوت وقفت قدام خريطة مصر وبصت ناحية الجنوب والشرق وسألت سؤال بسيط: فين بلاد البخور؟ فين بلاد بونت؟
بلاد بونت هي منطقة في شرق أفريقيا معروفة عند القدماء المصريين. بونت كانت وجهة للعديد من البعثات المصرية المجهزة لجلب خشب الأنبوس والبخور، طلاء العين الأسود، العاج، القرود، الذهب، وكمان العبيد وجلود الحيوانات. وأهم السلع اللي كانت بتيجي من هناك شجر المر. ولما حتشبسوت سألت السؤال ده الناس سكتت. بلاد بونت كانت شبه أسطورية، أرض بعيدة جدا ورا البحر الأحمر، بس حتشبسوت بتكره المستحيل. جمعت مهندسين، بحارة، كهنة، تجار، وحتى عمال البناء، وقالت لهم احنا هنرجع مجد مصر، بس مش بالسيوف، بالمراكب. ابتدوا يجهزوا السفن في ميناء على البحر الأحمر اسمه ميناء القصير دلوقتي. السفن دي كانت كبيرة جدا ومجهزة بكل حاجة ومليانة مؤن وهدايا. مش رايحين غزو أبدا، دي رحلة سلام وتبادل. الرحلة كانت مغامرة بجد. السفن سابت الميناء وعدت مضايق كتير وشافت جزر وسواحل غريبة، ناس بجلود غامقة، وأرض فيها بخور بيطلع من الشجر، وذهب محطوط زي الرمل. بلاد بونت استقبلت الوفد المصري استقبال ملوك، عملوا معاهم معاهدات واتبادلوا الهدايا، وكل ده اتوثق على جدران معبد الدير البحري في الأقصر بالتفصيل كأنك بتتفرج على فيلم وثائقي. ورجعت البعثة لمصر والسفن محملة بخيرات ما حصلتش في تاريخ مصر، بخور نقي، ذهب، جلود نادرة، قردة، فهود، وحتى شجر المر وزرع في مصر لأول مرة. والمصريين كانوا بيبصوا للملكة باعتبارها مش بس فرعون، دي بقت أسطورة ماشية على الأرض. اللي عملته حتشبسوت في الرحلة دي مش مجرد تجارة، دي كانت رسالة. مصر مش بس قوية، مصر ذكية ومفتوحة على العالم، وبتقود الحضارة مش بالسلاح لكن بالعقل والرؤية. وكان لازم المجد ده يتحفر على الحيطان ويتقال في الترانيم ويتكتب في قلوب الناس. حتشبسوت وقفت في طقس الصباح قدام الجبل في غرب طيبة، عينها شايفة حاجة محدش غيرها شافها. مكان ما فيهوش غير صخور، لكن هي شافت فيه معبد هيحكي حكايتها للأبد. قالت لسنموت المهندس العبقري بتاعها، واللي المؤرخين بيعتبروه لغز من الألغاز المحيرة المرتبطة بحتشبسوت، أنا مش عايزة معبد عادي، أنا عايزة معجزة تنحت في الجبل وتفضل واقفة حتى لما اسمي يتشال من كتب التاريخ. وهنا بدأ الحلم. في حضن الجبل بنوا معبد الدير البحري من 3 مستويات، سلالم بتوصل لبعضها، أعمدة ضخمة متناسقة، كل حاجة فيه محسوبة بالملي، مش بس علشان يبقى مبنى، عشان يبقى رسالة. والرسالة دي كانت واضحة جدا، أنا حتشبسوت مش أي ملكة، أنا فرعون مصر وابنة الإله آمون وحاكمة الأرضين، واللي ما جاش قبلي ولا هيجي بعدي. كل حيطان المعبد كانت مليانة مناظر بتحكي حياتها، ولادتها العجيبة اللي الكهنة قالوا إن آمون ذات نفسه هو اللي اختارها، تتويجها والمراسيم اللي خلتها تحكم كفرعون مش وصي. بعثة بونت بكل تفاصيلها من الشحن للمقابلة للهدايا، والمعبد كان بيتآنس فيه الناس والآلهة. الناس كانت بتيجي من آخر البلاد علشان تزوره، تشوف عظمة المعبد وتشم ريحة البخور وتسمع الترانيم وتحس إن مصر في عزها. حتشبسوت ما كانتش بتحب المناظر الفاضية، لكنها كانت فاهمة إن الرموز بتعيش أكتر من الكلمات. ولما المعبد ده اتبنى بقت هي مش بس في الحكم، بقت في الذاكرة. لكن زي ما كل حاجة ليها قمة بيجي لها وقت نزول. الناس بدأت تهمس، الكهنة اتضايقوا، الرجالة في القصر ابتدت تقلق من إن ست تفضل ماسكة السلطة كل السنين دي. والأخطر تحتمس الثالث ابن جوزها اللي كبر وبقى راجل وابتدى يسأل إزاي أنا فرعون شرعي ولسه مش على العرش. السنين عدت وحتشبسوت لسه متربعة على العرش، المعابد بتزيد، التجارة مزدهرة، والشعب في أمان. بس في الركن المظلم من القصر في عينين بتتابع كل خطوة. تحتمس الثالث ابن تحتمس الثاني اللي كان صغير وقت ما حتشبسوت مسكت الحكم بقى راجل دلوقتي، اتعلم في الجيش، خرج في حملات صغيرة، وابتدى يجمع حواليه قادة وأتباع. كان ساكت بس جواه نار، مش نار حقد لكن نار سؤال، امتى يبقى لي حقي؟ هو مش ضد حتشبسوت، بالعكس بيحترمها، لكن في عرف الفراعنة الحكم مش استضافة، الحكم حق وهو الوريث الشرعي. وفي اللحظة دي بدأت اللعبة الكبيرة. حتشبسوت بدأت تحس إن في تغير، الناس في البلاط الملكي بقوا متحفظين، الكهنة بقوا أقل حماسا، وبعضهم بدأ يميل لتحتمس الثالث. بس هي ما تراجعتش، زودت المشروعات وزينت المعابد وخلت اسمها محفور في كل مكان، حتى وهي لابسة زي الرجالة بلحية فرعونية كاملة. سنموت اللي كان دايما قريب منها اختفى من السجلات فجأة. في ناس بتقول إنه مات،
وناس تانية بتقول اتقتل او اتنحى غصب عنه، لكن الاكيد ان حتشبسوت بدأت تحس بالوحدة. صوت الشعب بقى اهدى وصوت البلاط بقى اوقع، الجيش بقى بيحلف بولاء مزدوج، جزء مع الفرعون الحالي واللي هي حتشبسوت، والجزء التاني مع الوارث المنتظر. وكل ده بيحصل في قلب القصر، في الاجتماعات والاحتفالات والطقوس. حتشبسوت كانت الملكة بس الكل عارف ان الوقت بيعدي وان العرش خلاص بيترج من تحت رجليها، بس هي ما خافتش وما سلمتش، كملت لآخر نفس، عارفة ان الزمن ليه حكم بس التاريخ بيختار مين يفضل ومين يضيع. السنين كانت ماشية ومعبد الدير البحري واقف زي الحارس الأمين، شايف كل حاجة وساكت. وحتشبسوت كانت خلاص وصلت لآخر المشوار، جسمها ابتدى يضعف، مش من المرض بس، من الوحدة والقلق والصراع الداخلي اللي عاشته طول حياتها. كل يوم كانت بتقعد في بلكونة قصرها تبص على النيل وتفتكر وهي بنت صغيرة بتجري في القصر، وهي واقفة جنب أبوها الملك، وهي بتلبس التاج لأول مرة، وهي بتتحدى الدنيا كلها علشان تثبت إنها مش مجرد ست، دي فرعون. وكان في لحظات بترجع لها كأنها حصلت امبارح، زي نظرة الكهنة اللي كانت مش عاجباهم من أول يوم، نظرات الجنود اللي كانوا مش قادرين يصدقوا إن واحدة ست هتقودهم، وبرضه كانت بتفتكر ضحكات البلاط، الإشاعات، الأسئلة اللي عمرها ما خلصت. بس كمان كانت بتفتكر حب الناس، نظرات الانبهار في عيون المصريين وهم بيشوفوا المعابد الجديدة، المراكب المحملة بالخيرات من بلاد بونت، صوت الطبول في عيد القبط. ده كان انتصارها الحقيقي. وفي ليلة هادية اختفت حتشبسوت من الصورة، محدش عارف بالظبط هي ماتت ازاي او فين او ايه اللي حصل في اخر ايامها. في ناس بتقول انها اتسممت، وفي اللي بيقول انها ماتت موتة طبيعية، بس اللي متأكدين منه ان بعد رحيلها تحتمس الثالث مسك الحكم بالكامل وابتدى فصل جديد. بس اول حاجة عملها ابتدى يمسح اسمها من على المعابد، يشيل تماثيلها ويشطب كل اثر ليها كأنها ما كانتش موجودة اصلا. بس المشكلة ان اللي بيحاول يمحي التاريخ بيكتشف في الاخر ان التاريخ ما بيموتش. فضلنا سنين طويلة جدا ما نعرفش مين حتشبسوت، كأنها صفحة واتقطعت من التاريخ. لكن مع الوقت وخصوصا في العصر الحديث علماء الآثار بدأوا يكتشفوا أسرارها من تاني. التماثيل كانت مدفونة، الجدران اللي مكتوب عليها اسمها، المقبرة الملكية، كل حاجة رجعت تاني للنور. والناس اكتشفوا الحقيقة، في واحدة ست في تاريخ مصر حطت التاج على راسها، ومش بس لبسته، دي شالته ورفعت بيه حضارة كاملة اسمها حضارة حتشبسوت، فرعونة مصر، الست اللي كسرت كل القواعد وسابت أثر جميل ما يتنسيش. وكلمة أخيرة هقولها لكل الناس اللي وصلت لحد هنا، انتوا في القلب. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي هعملها أول بأول. أنا كريم بنزيمة من سكريم فروم هيستوري، صرخة من التاريخ.